السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. زي ما انتوا شايفين كده، انا لابس تيشيرت اسود وطالع بعد ديربي قوي مغربي، الرجاء والوداد. انا عايز الفيديو ده يوصل لكل فريق الرجاء الرياضي العالمي. لو هعتبر ده اخر لايف ليا في السوشيال ميديا وفي الرياضة، انا مستعد، لان هقول كلام محدش هيقوله، واتأكدت بدل المرة مليون. النهاردة الرجاء والوداد، الوداد بتتعادل مع الرجاء ظلم جاحد. وشهر رمضان اللي انا فيه والشهر الكريم ده، اللي ما هيشير ويوصل الفيديو ده لكل جمهور الرجاء والنادي الرجاء ومسؤولين الرجاء والكل حد يعرفه، اقسم بالله انت ظالم وعمرك ما هتكون محب لفريق الرجاء. حكم ظالم مرتشي، ديربي زي ده، اقسم بالله الجمهور اللي موجود في المدرجات ده هز قلبي وخلاني ابكي بالدموع على فريقه اللي بيشجعه من اول دقيقه لاخر دقيقه. الرجاء متقدم على الوداد 8 دقايق وقت بدل ضايع يا مفتري، وفي الدقيقه الاخيره بيحسب ضربه جزاء للوداد. طب انت شفت ضربه الجزاء اتحسبت في الدقيقه كام؟ في الدقيقه التاسعه. يعني 8 دقايق حاسبهم الحكم الجاحد، ويجي بعد كده يعدوا 8 دقايق ما يصفرش. في الدقيقه التاسعه بتحسب ضربه جزاء. اللي هيزعل مني يزعل، اقسم بالله انا محب لكل الشعب المغربي وجزمتكم فوق رقبتي، لكن مش بالظلم، مش بالجحدان دوت. يا جماعه، انا قعدت اكتر من شهور بدرس هل الرجاء العالمي الرياضي المغربي مظلوم؟ هو فين من افريقيا؟ ما بياخدش افريقيا ليه؟ اقسم بالله الفريق ده ياخد افريقيا، اقسم بالله يروح كاس العالم للانديه وياخده. الفريق اللي طالع اول المجموعه. الكلام ده اللي لازم يتقال بكل امانه. يا جمهور الرجاء، انا مش هبيعكوا زي اللي باع. انا مش هظلم الرجاء وانا في شهر كريم مبارك. النهارده الرجاء الرياضي فاز على الوداد، فاز بالاداء وبالنتيجه وبالرجوله. كفايه بقى يا جماعه. النادي ده صعبان عليا، انا الجمهور ده صعبان عليا، انا حاسس بيهم. يا جمهور الرجاء شيروا في كل حته تعرفوها، خلوا بقى الناس كلها تعرف ان النادي ده مظلوم. النادي ده كبير، النادي ده مخيف. انا طبعا بعمل لايف في توقيت مصر الساعه 3، الساعه 3 بتوقيت مصر، يمكن الساعه دلوقتي 1 بتوقيت المغرب، واصريت ان انا اطلع واتكلم رغم الرجاء ما خسرش عشان ادافع عنه. الرجاء هو اللي متقدم، الرجاء في الاخر اتعادل، والوداد اللي اتعادلت معاه. الوداد دي اللي واخده الدوري المغربي، اللي واخده دوري ابطال افريقيا، اللي صعد اول دوري ابطال افريقيا السنه دي. انتوا فاهمين حاجه ولا مش فاهمين؟ اشوف النهارده المباراه مفيش تكافؤ، الحكم انذارات لفريق الرجاء، كل شويه فاول للوداد، كل شويه هجمه، كل التحكيم ضد الرجاء. ما اديتونيش فرصه ان انا اطلع اتشكك في الاكاذيب اللي قالت والترندات والحاجات الواقع اللي اثبتها فريق الرجاء الرياضي العالمي. الفريق ده كبير، الفريق ده مخيف، الفريق ده محترم، الفريق ده مظلوم. انا بناشد الاستاذ فوزي لقشع في هذا اللايف، وكل مسؤولين الرجاء ورئيس نادي الرجاء
وكابتن منذر الكبير المدرب التونسي. يا ريت يا جماعه اللايف ده والفيديو ده يوصل لهم من اليوتيوبر المصري موحى. انا موحى المصري مش المغربي او اللي بشجع الرجاء او الوداد. النادي ده مظلوم وراجعوا نفسكم. احنا في شهر رمضان، شهر كريم. مباراة من اولها لاخرها اخطاء تحكيمية كلها ضد الرجاء. ليه؟ في ايه؟ حرام الرجاء يكسب؟ حرام الرجاء يلعب كرة وينافس؟ ادوله حقه بس، ادوله حقه بس. هتقول ان الرجاء ضعيف في الدوري المغربي؟ هقول لك هو فين في دوري ابطال افريقيا اول المجموعة. النهارده الرجاء الشوط الثاني كان عامل ايه؟ والشوط الاولاني هو دايما سابق بالاهداف، هدف اول هدف التعادل، هدف الثاني الهدف الثاني للوداد غريب عجيب. الوقت خلص، صفر يا حكم. ما بيصفرش، ما بيصفرش ولا هيصفر. شير في كل بيدج وفي كل جروب وفي كل صفحة وفي كل حتة، في التيك توك، على اليوتيوب، على الفيس. انفجروا يا جمهور الرجاء، وصلوا لبعضيكم. الجمهور ده اقسم بالله جمهور احزني في المدرجات. جمهور الرجاء يا جدعان جمهور محب جدا لفريقه. جمهور اقسم بالله الاول في العالم في التشجيع. لا تقول لي جمهور برشلونة، ريال مدريد، ليفربول. ده جمهور محب وقوي ومنظم وكل حاجة في الدنيا. انا بالنسبة لي النهاردة انا عشقت الفريق ده، فريق الرجاء. مش رابع الدوري المغربي، ما خدش دوري ابطال افريقيا، ما خدش الدوري المغربي، ما خدش، لكن انا عشقته من النهارده لان انا ما احبش الظلم، ما احبش الجحود، احب تلعب كوره. النهارده فريق الرجاء انا شايف قوه بدنيه ضاربه وقوه تنظيميه من كابتن منذر الكبير اللي اتصاعد اول دوري ابطال افريقيا ومتصدر المجموعه 6 مباريات ب 16 نقطه. انا متابع ورقه وقلم واكلمك لو عايز تفهم. 5 فوز في دوري ابطال افريقيا. تمام. النهارده انس الزنيتي الحارس ولا اروع. بدوي، زريده سوري يا جماعه عشان انا بس يعني منصعب. ياسر بزوكا اللي جاب الهدف النهارده. حتى محمد ابو حميده اللي جاب الهدف الثاني المدافع. النهارده كان في لعيبه بتاكل الصخر، لعيبه تقدر تناشد عليها. يا جماعه القضيه طلعت كبيره ومش سهله، في خبايا وفي فساد بيحصل ضد الرجاء. معرفش ليه. انا بستغرب وانا قاعد في مصر هنا، انا مستغرب وانا قاعد في بلدي مصر ولا ليا مصلحه مع الوداد ولا الرجاء، وربنا اللي يعلم بعشق كل تراب المغرب، ولكن مش بالظلم. ومش ده اللي موحى هيعمله على خسارة، على حساب ترند، ولا انا اسف على حساب مثلا اي شيء ممكن تتخيلوه. هو اصلا لا يعنيني شيء. لا انا هقول الحقيقة وهخليها على الله. انا كل اللي طالبه من ربنا مش من اي عبد، ان الفيديو ده يوصل لرئيس نادي الرجاء وكل مسؤولين المغرب. ده يرضي ربنا في شهر رمضان وفي شهر كريم؟ الظلم اللي بيحصل للرجاء. الرجاء تعمل ايه تاني؟ انا اسف يا رجاء، انا اسف يا رجاء يا بيضاوي، انا اسف يا رجاء يا عالمي، انا اسف يا رجاء يا مغربي ان في يوم من الايام شكيت فيكم وافتكرتكم ضعفاء. لكن انتوا متعتوني وخليتوني اعشقكم وانا قاعد هنا في مصر. الفيديو ده انا هنزله على اليوتيوب، الناس كلها
تشيره، هنزله على التيك توك الناس كلها تشيره، هنزله على الفيس تاني وتالت، وهوصله لكل الناس عشان الكل يعرف الحقيقة. والنهارده ربنا بيثبت كلامي، والنهارده ربنا بيثبت كل كلام جمهور الرجاء، والنهارده ربنا بيكشف الحقيقة للي عايز يفهم وعايز يصدق. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا آسف يا رجاء، يا رياضي يا عالمي. سلام عليكم.